نذهب إلى تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال. خطيرة من أقليات في بعض بلديات عبر الوطن، أقليات بالأخص في بلديات في ولاية بجاية وشوية بويرة. ولكن أنا بالنسبة لنا احنا كحكومة الشيء اللي نستخرجوا من هذه الأحداث هو قوة الشعب الجزائري والتصدي للشبيبة الجزائرية. هذه الحقيقة اللي لازم لاحظناها اليوم. كان فيه نداءات تقريبا مجهولة من بعض أطراف مكلفين بالمهمة لمحاولة زعزعة الجزائر. هذه الحقيقة، لأن من جانب الاقتصادي حقيقة 120,000 سكن باش تعاود تنطلق غير في 2017. أنت هذا فيه تواصل. فالشيء اللي الإيجابي نعاود نأكده مرة أخرى، ونغتنم الفرصة هذه باش نشكر بقوة الشباب وبالأخص أخواتي وإخواني اللي هما يتبعوا الشبكات الاجتماعية، ما فيه فيسبوك وتويتر وما تبقى. كان فيه رد قوي. هذا هو يظهر لي الدرس اللي لازم نستخرجوه، ان فيه محاولة زعزعة الاستقرار للبلاد. هذه حقيقة. يظنوا باللي الجزائر اللي يجي يمشيها، يظنوا باللي احنا خرفان، يظنوا باللي الربيع العربي. احنا هذا الربيع العربي ما نعرفه، ما يعرفنا، ما عندنا حتى مشكل. احنا عن قريب راح نحتفل بيناير. ففيه استقرار في البلاد. هذا هو الشيء الجد الإيجابي. هذا هو الشيء زاد عطانا قوة، والأرقام واضحة كل وضوح. ما فيش عمل آخر ما عدا تحسين الأمور.